مثل ما شايفين وصفتنا لليوم هي بوريك السبانخ أو فطيرة السبانخ التركية. لحتى نعمل هاي الوصفة بدنا كيلو سبانخ، بدنا نغسله كتير منيح ونفرمه قطع ناعمة. زيت زيتون رح نحط فوق السبانخ بس يحمى على نار عالية ونقلبه لحد ما يدبل معنا. بس يدبل معنا ويستوي بدنا نصفيه من المي إذا نزل منه مي. هلأ رح نحط بمقلاية زيت زيتون بصلتين مفرومين ناعمين، وندبل البصلات ونحط لهم ملح وكمون وفلفل أحمر ومعجون فليفلة. راح نحرك البصلات مع معجون الفلفله والبهارات لحد ما تدبل معنا منيح. بهالاثناء رح نحط السبانخ بعد ما صفيناها فوقنا من المي ونحركها ونقلبها معهم ونتركها لتبرد. بس بردت معنا رح نجيب ورق كلاج ونلف فيها السبانخ. اول شي رح ندهن صينية بايركس بزيت الزيتون ونبلش ناخد كل 3 ورقات كلاج وناخد كمية قليلة من الحشوة ونفردها على الكلاج ونسكرها ونفردها بالصينية على شكل لولبي. بس خلصنا نصف الصينية رح ندهن وش الصينية هي بيضة مع زيت زيتون نخفقهم مع بعض كتير منيح، وندهن نوزع الخليط على الوش ونرش حبة البركة ونحطها في فرن محمى ونحميها من الطرفين.